عدى ومر وفات، عايز ضربة جزاء. حكم اللقاء فين؟ بص شوف حكم اللقاء فين. حكم اللقاء على بعد 6 ياردات، حكم شجاع لأقصى درجة. وسلمان الفرج كانت عنده النية، أشعر بذلك، عنده النية للسقوط حتى قد يكون هناك ضربة جزاء. وده موقف كتير من اللعيبة بيقعوا بهذا الشكل. لا، وقعت لوحدك يا حلو، وقعت لوحدك يا حلو. والحكم عظيم والعظمة لله. الحكم مهند قاسم عظيم والعظمة لله. من الشوط الأول قلت لكم الحكم شجاع، المواطن العراقي بطبعه شجاع، ولكن حكم وسط 60,000 والسعودية تبحث عن بطولة غايبة 11 سنة في مواجهة قطر في يوم كبير زي ده، لم يدر إلا مباراة واحدة فقط، لا زال عمره 33 سنة. مبروك للتحكيم الآسيوي والعربي والخليجي للحكم مهند قاسم. تاني قاسم، فينك يا قاسم؟ عايز حد ينزل من السماء مش حد يطلع من الأرض. شوف الحكم بيدي إيه، فاول لصالح العنابي. أي شجاعة يمتلكها هذا الحكم العراقي مهند قاسم، يسير على ضرب الكبار في العراق، صبحي أديب والجبوري وصلاح محمد كريم وأسعد خضير وإسماعيل محمد إسماعيل وسامي ناجي وطارق أحمد. كل دي أسماء حكام عراقيين. يستعيد الذكرى الجميلة لحكام العراق مهند